السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ازيكم؟ وحشتوني قوي 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 اليومين اللي فاتوا دول، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب يجعلها ايام مبروكة علينا جميعا، وان شاء الله تكون ايام خير على الجميع. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للكل. طبعا عيد كبير يعني كفتة رز. ايه ده؟ كفتة رز، ما ينفعش نعدي العيد الكبير من غير ما نعمل ايه؟ حبة كفتة رز كده بيتي بطعم وريحة زمان، اللي هي كانت ايه؟ الست الوالدة كده تعملها لك، ريحتها تجيب اخر الشارع، اللي احنا اصلا كنا بناكلها قبل ما تتحط في الصلصة بتاعتها. فتعالوا نعملها مع بعض بطريقة سهلة وجميلة جدا. وعايزة اقول لكم ان دي كان بألف هنا، كنت طالع منها اوردرات يعني. فقلت نعملها مع بعض كده واوريكم الطريقة بالمرة انا بعملها ازاي. تمام كده تمام. طيب الكفتة دي يا جماعة اساسها لحمة جملي، بس لو مش متوفر عادي استخدمي لحمة بقري بقى، جاموسي، المتوفرة عندك مفيش مشكلة خالص. انا رحت عند الجزار وقلت له ان انا عايزة اعمل كفتة رز، فعايزة اللي هو ايه، اقسى حتة لحمة عندك. يعني ايه؟ يعني حتة لحمة تكون مثلا، عارفين اللحمة اللي بتاخد التسوية دي زي اللحمة الجملي كده. فانتي لما بتقولي للجزار بيديكي من اماكن معينة في الذبيحة. تمام كده تمام كده. فانا عملت ايه؟ كنت غاسله الرز زي ما شفتوا في اول الفيديو كده، وكنت حطاه على ملاية عشان ينشف. اوعي تطحنيه وهو ان هو يكون مبلول، يعني لان ده غلط جدا وهيعجب منك ومش هيبقى احسن حاجه. بصوا انا بصفيه كمان، اللي هو بنخله، علشان لو في قطع كده اللي هي ما اتطحنتش كويس برجع اطحنها تاني، علشان يبقى فعلا بودره وما يبقاش فيه اللي هو كأنك مكسره الرز. تمام كده تمام. بصوا عملت ايه، كنت بطحن الرز، بس طبعا المطحنه اللي عندي ايه، مش احسن حاجه، او اللي هو بصراحه خفت لا تتحرق، فكنت بريحها شويه. بصوا انا بشيل بس الايه، الحتت اللي هي البيضه دي، مش عايزينها خالص. وهنبدا بقى نقطع اللحمه قطع صغننه كده عشان نفرمها في الكبه. طيب ممكن اجيبها وافرمها عند الجزار، ممكن تجيبيها وتفرميها عند الجزار يا ست الكل. بس هقولك على حاجة، لو بتعمليها في الكبة كده من الأول، هي مش بتتفرم زي المفرمة، هي بتعمل كده زي خيوط، والخيوط دي بتظبط الكفتة أكتر، أو بتخليها إن هي تبقى إيه، ماسكة نفسها أكتر من إن انتي تحطي عليها لحمة مفرومة. بس لو مش متوفر عندك عادي جدا اعملي اللحمة مفرومة بره، وعادي ممكن تبقي تفرميها، أو الكبة بتاعتك مش مساعدة يعني. فبصوا أنا بشيل بس الحتت اللي هي اسمها ايه يا جماعه، مش دهنه، هي العروق بس اللي بتبقى موجوده على القشره بتاعت الخارجيه بتاعت اللحمه دي. فبشيلها، بستغنى عنها، وهبدا ان انا افرم اللحمه كده. ركنت الرز دلوقتي، هطحن طبعا الكميه. طيب بتعملي ايه الكميه، على ايه على ايه، او عرفينا كده. لو انا دلوقتي جايبه كيلو لحمه هحط عليه كيلو رز، بس طبعا بغسله. او عايزه توزنيه بعد ما تطحنيه مفيش مشكله، عايزه توزني كيلو رز قبل ما تطحنيه برضو مفيش مشكله. اي حاجه من دي متاحه معاكي. فهنا هفرم اللحمه فرم كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه معايا كده. ولو لقيت فيها بقى اي حته اي شغط كده اللي هي الابيض ده، فبشيلها على طول. عشان دي ما يعني تطلع الكفته ايه، ناعمه كده ومتظبطه. بصوا كل الحاجات دي بشيلها اركنها كده على جنب، لان الكبه عمرها ما هتفرمها، مش زي مفرمه اللحمه اللي بتكون عند الجزار. آه طيب الاول هنا انا غسلت ايه، زي ما قلت لكم غسلت الرز وسبته ينشف خالص خالص، وبعد كده هطحنه. طب ما تجيبي رز مطحون وتريحي دماغك. عايزه اقول لكم ان جبت رز مطحون السنه اللي فاتت، كانش عندي المطحنه بتاعتي كانت بايظه، واضطريت ان انا اجيب رز مطحون. انا كنت اللي هو يعني برضو طول الوقت شاكه فيه ان هو اكيد مش مغسول، اكيد مش اللي هو يعني احسن حاجه، بس ممكن تجيبي المغلف. هو اكيد مش مغسول برضو، بس اللي هو بيبقى برضو نوعه نضيف شوية عن اللي هو بيتباع فرط ده. فانا عشان اتفادى كل ده فعملت ايه، غسلته وطحنته في البيت زي ما انتم شايفين. عندك مطحنه هتعمليه طبعا، ممكن هنا عامله كميه كبيره شويه، عشان زي ما قلت لكم هنطلع بألف هنا منها اوردرات، فعلشان كده كنت عامله كميه كبيره شويه. فانتي ممكن تعملي طبعا كميه اقل، ممكن نص كيلو لحمه ونص كيلو رز، فهيطلعوا لك تقريبا كيلو كيلو وربع من الكفته. طبعا انتي بتحطي ايه بقى في الكبه كده. بصوا كيلو اللحمه على كيلو الرز هياخد معاكي بصلتين كبار او 3 بصلات متوسطين.
وشويه كده من الكزبره الخضراء حلوين. يعني انا حاطه دول وحطيت تاني على فكره، يعني حطيت قد دول تاني، وحطيت على الكيلو تقريبا 3 بصلات متوسطين او بصلتين كبار، وقرنين فلفل بقى وكان فص توم، اسفه كان فص توم، انا عندي توم مفروم فحطيت معلقه توم كبيره او معلقتين، انا حاطه توم عادي وتوم عليه شطه، هريسه شطه. فحطيت كل ده في الكبة كده، وهتفرمي البصل والفلفل والخضرة قبل ما تحطيهم على اللحمة، وتخلطي كل ده مفروم كده على بعض. بعد ما هنخلط كل ده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا أنا فرمت اللحمة ما شاء الله اهي ناعمة جدا، وادي الرز زي ما قلت لكم كمية اللحمة قد كمية الرز، والرز ده انا نخلاه، انا هرجع اخد دول على فكرة، بس انا بقلب بس الاول وبعدين هاخد باقي الكمية. طيب هقول لكم على كم مشكلة كده ممكن تقعي فيها. آه وانتي بتعملي الكفتة ممكن تلاقي الكفتة طريت معاكي شوية زيادة عن اللزوم. ده طبعا بيكون نتيجة ان انتي كترتي البصل، او نسبة السوائل، او ضربتي الرز وهو مش ناشف كفاية، فهيديكي طراوة في الكفتة وهتلاقيها بتلزق معاكي ومش احسن حاجة. ده هتضطري ان انتي تعملي رز مطحون وتحطي يعني معلقتين 3 كمان يشدوا معاكي الكفتة. دي اول حاجة. طيب لو لقيتي وانتي بتعملي كده فرمتي البصل وحطيتي كله وجيتي تلفيه في الكبة، فلقيتي يعني العجينة اللي عندك دي ناشفة قوي ومش بتلف في الكبة، فكده هيكون محتاج معاكي بصلاية كمان او شوية خضرة على بصل. تمام كده. فاحنا هنقول كل الايه التركات اللي ممكن تقابلك كده وانتي بتعملي الكفتة. هنا فرمتهم فرم ناعم كده زي ما انتوا شايفين اهو. زي ما قلت لكم انا رجعت حطيت تاني خضرة علشان كانت شوية، فحطيت شوية خضرة تاني، وهبدأ ان انا اقلب بقى كل الخليط ده كده. انا بما اني يعني ايه مفرهضة ست مفرهضة على طول، فعملتها وانا قاعدة في الارض كده. قلت بقى ايه مش هقف افرم الرز ده كله، او اللي هو اطحن الرز ده كله وافرم اللحمة، لا احنا نفرش كده ونخلي القعدة عربي ونعمل في الارضية كده واحنا قاعدين. فهنا بقى حطيت ايه، حطيت التوابل. طب التوابل عبارة عن ايه؟ ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ومعلقة كده من بهارات اللحمة، وحطيت كمان اضافة حلوة قوي وهتخلي معاكي ريحة الكفتة حلوة قوي وطعمها حلو، اللي هي معلقة صغيرة من بهارات الكفتة. طبعا انا بقول لكم معلقة صغيرة علشان مقدار كيلو، انا عامله هنا كمية كبيرة فاستخدمت من كل حاجة معلقة كبيرة. وحطيت معلقة من البابريكا. يبقى حطينا ايه؟ حطينا يا جماعة فلفل اسود، كمون، كزبرة، بهارات لحمة، معلقة من البهارات الكفتة. يعني كل ده هتستخدمي منه نص معلقة كده على الكيلو او معلقة صغيرة. تمام كده. وبدأت ان انا اخدها كده على فكرة في الصينية دي كده كانتش لسه اتفرمت، انا دوبك بس قلبتها في الصينية، وهبدأ ان انا افرمها في الكبة. وفرمتها وشين، يعني فرمتها كلها ورجعت تاني فرمتها كلها، قلبتها في بعض وفرمتها كلها. تمام كده. كده انا خلصت كل الكمية بتاعت الكفتة الحمد لله. والله ما اخدتش حاجة الحمد لله، يعني كانت قرفتها خفيفة. بس انا كنت بريح طبعا الكبة شوية، وبرجع ان انا اعمل تاني علشان بس ايه آه الكمية كبيرة عليها فما تبص مني. بصوا هتلاقوها لمت كده خلاص كده تمام. شايفين ما شاء الله العجينة ولا طرية ولا ناشفة ولا اي حاجة، طالعة مظبوطة. بصوا ما شاء الله بالمسطرة. لو الكفتة زي ما قلت لك لقيتيها بتلزق قوي معاكي، ممكن تحط لها معلقتين رز مطحون. لو ناشفة قوي فممكن نحط لها بصلاية على شوية خضرة كده لو هي مثلا لونها مش احسن حاجة. طبعا احنا بنعملها بالصلصة، وان شاء الله هنعملها مع بعض برضو بالصلصة، بس انا قلت ايه اوريكم كده. انا مصبعتش كلها على فكرة، انا صبعت منها يعني اللي هو كان طالع في نفس اليوم ده فصبعته، والباقي يعني اللي هو هقعد اصبعه حطيته في التلاجة، وقلت لما اخلص شغل هقعد بقى ايه اتسلى فيه كده. طبعا بجيب شوية زيت وبدهن، بصوا دهنة بسيطة كده على ايديا، وببدأ ان انا اصبع الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. قلت لكم لما تشوفوني واقفة تحت كده يبقى انتوا عارفين ان انا بشتغل ايه، اللي هو مش وقت بيت خالص، اللي هو انا في شغلي دلوقتي يا جماعة محدش يكلمني. لما بصور فوق احنا بنصور ايه اليومنا العادي او يومنا الطبيعي. هنا بقى حطيت بقى الكفتة وهبدأ ان انا اصبعها كده. طبعا احنا معروف ان كفتة الرز يعني لازم تكش سنة كده، اللي هو سنة صغيرة كده هتلاقيها كشت منك وانتي بتقليها.
حابه ان انتي تشيليها في الفريزر متحمره، يعني انا ساعات كنت بعمل كده والله، اللي هو كنت بصبعها واحمرها واحط على قد الطبخه بس في كيس، واطلعها من الفريزر على على الصلصه على طول، اللي هو انتي بتريحي دماغك بصي فوق الخيال. فانا ممكن تعمليها كده، وانا بفضل بصراحه ان انا اعملها كده عشان ما اطلعش بقى واقعد افكك والكلام ده كله وارجع ان انا احمر. كنت بطلع كده اللي هو كيس تحطيه في الصلصه، يا سلام باشا كده باشا طول اليوم. فهنصبع بقى الكفته بتاعتنا، وزي ما قلت لك انا بطولها شويه عشان هي في العادي بتكش شويه. طبعا هي اساسها زي ما قلت لكم في الاول خالص، اساسها الكفته اللي هي الجملي، اللي هي اصلا باللحمه الجملي. بس انا مش بشوف خالص لحمه جملي هنا، فمش عارفه يعني اللي هو ايه. عايزه اقول لكم على حاجه والله، موقف كده. احنا كل سنة في العيد الكبير في جزار هنا عندنا بيجيب جمل ويقعد يلف بيه والكلام ده كله، وطبعا الولاد بيبقوا فرحانين جدا بالجمل. انا نفسي اشوف الجمل ده بيتذبح امتى، والله ما اعرف. والله العظيم مش بهزر، ببقى نفسي اعرف الجمل ده انت بتذبحه امتى يا عم، ناخد منه طيب. مش عارف، ما بشوفوش خالص مذبوح، هو تقريبا بيجيبوا لللف كده ويرجعوا تاني. والله مش بهزر. انا اللي هو الموضوع ده مره كده شغلني، طب هو الجمل ده بيتذبح امتى اصلا، بس مش عارف. ازيك يا مكة؟ ايه اللي جابك؟ اقفلي الباب طب لو سمحت. اقول لهم على لوكا؟ يا جماعه لوكا نايمه ليل ونهار، مش عارفه لوكا الكسلانه دي. لوكا دي القطه يا جماعه، عشان اللي مش عارف، لوكا دي القطه بتاعت مكة. اسمها فلافي. فلافي؟ انت كل يوم تقول لنا اسم، شكل ما توجعيش دماغنا بقى، انت لسه قايله لوكا من شويه. ما اسمها فلافي. طيب هي القطة بتاعت مكة وبتاعت أحمد، بس ايه القطة دي وبتاعت تقريبا. شهد. وبتاعت شهد، عشان شهد ما تزعلش، ده شهد أكتر حد بيراعيها. فالمهم بقى هنا ايه، صبعنا الكفتة، ده كان كيلو كفتة بألف هنا يا رب العالمين، وهنحطه بقى في الفريزر بتاعنا أو في التلاجة وتسحبي منه. فعايزة أقولك كده ايه، حاجة فاخر من الآخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، كنتش طولت عليكم، ويستنوني بقى في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.